رسالة للجالية المغربية خطيرة جدا 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 جدا. ردوا بالكم، ردوا بالكم. الجالية المغربية معايا شهادة بالدليل القاطع على الحج ديال الممتلكات ديال المغاربه كاملين اللي كانوا كيسردوا في ويستروينيو ولا كيسردوا لوالديهم ولا هذيك المده كامله وهما جالسين في السي بي اس ولا السوماج، غيحجزوا من الاملاك ديالهم. وكاع المقاولين ولا اللي هبطوا فلوسهم باش يخدموا في المغرب ولا شي حاجه غيحجزوا من الاملاك ديالهم. غتقول لي عبد الملك علاش؟ راه الملك خرج قال هادشي اسيدي ما كاين شي والو. سيدنا قال وقفنا هادشي، ولكن هادشي ما وقفش. ها هي في شهر 4 الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه كتحجز على الاملاك ديال الناس في المحافظه وكتبلوكيهم باش يشوفوا شنو غتحكم عليهم الدوله البلجيكيه باش يبيعوهم ويسلموا ديك الاموال للدوله البلجيكيه. الاخوان هادشي خطير وخصكم تبارطاجيوه. هادشي ما وقفش. ها هي شهاده الملكيه مبلوكيه. الحقار ديال السيد مبلوكي، ما عندوش الحق يتصرف فيه. تتحكم المحكمه البلجيكيه، وطبعا المحكمه البلجيكيه غتحكم بديك الرد ديك المبلغ هذاك. وشنو وقع الاخوان؟ الناس ديال اوروبا وبلجيكا وهذه ردوا بالكم الاخوان. اذا عندكم شي املاك تصرفوا فيها من دابا. انا كنقولها او لا يخرج شي قرار رسمي بان هاد الشهادات تبلوكا وهاد المحافظه غتزول جميع هادشي اللي مبلوكي من الناس، لان الخطر يضر جميعنا، انا وانا منكم، جميع الجاليه المغربيه. اللي قادر يمشي يبيع الملك ديالو يبيعوه وينزلوه، اللي ما يعملوش في البنكه، اللي باقي. شوف، اللهم نمشي نبيع الاملاك ديالي في المغرب ونجيبها من بلجيكا ونقول لهم شنو خصكم ديوها، حسن ما يحجزوا لي الاملاك ديالي في المغرب ويطلعوني للحبس، لان حتى الوكيل المالك في المغرب طلب الناس باش يجيبوهم ويطلعوك من الحبس في المغرب ولا شي حاجه على جريمه بلجيكا كتقول جريمه بالنسبه لينا وهي ماشي جريمه في المغرب. السلام عليكم، اهلا وسهلا، تحيه للجميع الاخوان الاخوات. عندنا لكم جديد فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي عامل الرعب في الجاليه المغربيه، وخصوصا الخوف في الجاليه ديال بلجيكا اللي عندهم مشاكل، يعني عندهم ديور ديال السوسيال وعندهم كيشبروا مساعدات وعندهم العقار في المغرب. فخوفانين واش بصح حتى حنا يعملوا لنا الحجز، نهار يعيقوا بينا يعملوا لنا الحجز للديور ديالنا ونصدقوا بلا دار اللي حنا هذه 20 سنه وحنا كنصيفطوا باش نشريو ديك الدار. فالناس مرعوبه بسبب هذا الفيديو هذا. فاللي بغيت نقول لكم الاخوان الاخوات انه ما كاين والو من هذا الشيء اللي سمعتوا. السيد اللي عملوا له الحجز للدار ديالو عنده شي دعوه قضائيه في المغرب، ما عنده علاقه بهذا الشيء بلجيكا، عنده شي دعوه قضائيه في المغرب، لذلك غادي يكون الحجز على الملكيه ديالو في المغرب. اما عندك دعوه قضائيه في بلجيكا ويحجزوا لك على الدار تما في المغرب ومازال هذا القانون هذا ما تطبق، هذا المشروع فقط هو مشروع قانون اللي سنات عليه هذه الاتفاقيه اللي سنات عليها الحكومه اللي جبدت لنا الصداع للجاليه في 2019. فكما شفتوا في الصيف قبل ما تهبط الجاليه بردوا الحكومه ديال دابا حاليا، يعني بردت الجاليه وقالت لهم بان ما راه ما كاين والو من هذا الشيء هذا. حنا هذه الاتفاقيه دخلوها للبرلمان حتى واحد ما بغى يصوت لهم عليها، قالوا غادي نعاودوا نعدلوها ولا نعاودوا نعملوا لها الماكياج ومن بعد عاد ندخلوها للبرلمان مره اخرى. لحد الان راهم متكين عليها، ناعسين عليها، مازال ما كاين حتى شي حاجه جديده، ما كاين حتى شي حاجه طبقت نهائيا بهذه الاتفاقيه هذه، حتى واحد ما يخاف حتى من شي حاجه. فنتمنى من الله انه وضعتكم في الصوره والواحد ما يبقاش غير يسمع شي حاجه، لان صيفطوه لي بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس راه عامل واحد كما نقولوا حنايا واحد الغوات كثير في التيك توك. كلشي الناس واش بصح واش نهبطوا نبيعوا الديور ديالنا، واش نعملوا. الاخوان ما كاين حتى شي حاجه من هذا الفيديو اللي كتسمعوا دابا. السيد الا عنده شي مشكل في المغرب فعلا غادي يتم الحجز على الملكيه ديالو، عنده شي دعوه قضائيه، عنده شي ملطه، عنده شي كريدي، عنده شي حاجه، فغادي يتم الحجز على الملكيه ديالو. هذا الشيء هذا راه معروف. ولكن باش تقول لي انت عندك مشكل، اكتشفوا انك عندك الدار في المغرب وانت على حساب الا اكتشفوا يقدروا يكتشفوا، راه عندهم كما نقولوا حنايا اللي الشكامه ديالهم، عندهم شي واحد من العائله ديالك مشى قالها لهم، عندهم يقدر اي واحد يقول لهم يجيب لهم الاسرار ديالك ويجيب لهم حتى الورق ديال الملكيه ديالك. فلما يكتشف طبيعه الحال غادي يخرج لك واحد الملطه، ولا غادي يوقفك ما يعطيكش ديك المساعده، ولا دي مهم تحاول تحل المشكل ديالك
في بلجيكا، ما عنده علاقه لحد الان بالمغرب. الحكومه المغربيه لحد الان ما مطبقاش هذا القانون، لان مازال ما صوتش عليه البرلمان. كيفاش يطبقوا؟ البرلمان مازال ما صوتش عليه، ما يمكنش نهائيا. فالاخوه الاخوات اللي عنده شي مشكل، قلتها لكم هذه قبل الصيف، قلت لكم اللي عنده شي مشكل عارف راسو مزبلها كما كنقولوا حنايا، كيشد المساعدات وعنده الدار ديال السوسيال وهذه وعنده الملكيه ديالو، فيحاول يحل المشكل ديالو حبيا مع دار الضرائب، باش النهار اللي تفاجئنا هذه الحكومه ما تكونش شي مفاجاه كبيره، ما يخلص شي حاجه اللي هي كبيره. نتمنى من الله انه ما يكونش هذا الشيء هذا نهائيا، الحكومه ما تصدقش على هذا المشروع قانون هذا، وتبقى الامور كما هي. تحياتي لكم، كنظن انني وضعتكم الصوره. ما تنسوناش باللايكات ديالكم والبارطاج. الى موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم.